ايه بقى العظمه وايه الجمدان وايه الحلاوه دي؟ اقسم بالله النهارده انا جايب لك تصميم من اروق واروش واحسن التصميمات اللي شافتها عيني، وقررت ان انا اعمل بيه الفيديو التاني من سلسله تصميمات بنترست. بص بقى، تعالى بص على الديزاين اللي عيني شافته ده وانت هتحكم. انا عيني لما جات لي الوهله الاولى على الديزاين فكرت ان الاستوكات دي متصممه ومترندره على برامج ال 3 دي من الوهله الاولى. خلاص، شايف في تفاصيل في المخ او العقل البشري ده، فاهم؟ عندك هنا الريتاتش بتاع الفيشه دي او الكوبس ده مدموج في المنتج بشكل احترافي جدا. عندك الانعكاس اللي معمول في الارض ده معمول بشكل احترافي برضه، وهقول لك ازاي نعمله في اخر الفيديو. فالتصميم متعوب عليه، وبالمناسبه انا شفته على بيهانس مش بنترست بس، انا شفته على بيهانس وهو بتاع واحد اسمه اسماعيل. عاش اسماعيل، تسلم ايدك، شغلك متعوب عليه جدا. تمام يا صديقي، تعالى بقى نرجع للديزاين بتاعنا واقول لك انت دورك انت كمبتدئ ان انت تقلد الديزاين ده. ليه تقلده؟ لان انت في البدايه لما تقلد تصميم زي ده، الخطوات اللي انت هتعملها وانت بتقلده هتتحفر في دماغك، وبعد كده هتطلع شغل من خيالك انت من خلال الشغل اللي انت عملته في البدايه ده. خلاص، فانت عينك لو جت على الديزاين ده وعديته وما طبقتش وما حللتوش وما قلدتوش، انت كده ما عملتش تغذيه بصريه ولا استفدت اي حاجه. ففي الفيديو ده هقول لك ازاي نجيب الاستوكات دي من اي موقع، تمام، ونكتب ايه عشان نجيبها، ونبدا ان احنا نعمل ديزاين زي ده ونعمل كل الكلام ده، ونجيب سلك داخل في المخ كده والكلام ده. خلاص، فقبل ما نبدا بقى ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وكومنتك اللي بيشجعني واشتراكك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه. ويلا بينا نبدا. هروح على الفوتوشوب وهفتح مقاس عرض شويه، وليكن 4000 عرض في 3000 ارتفاع في ريزوليوشن 150، ولو جهازك ضعيف خليه 72، وطبعا بنشتغل ار جي بي. اول حاجه كده هعملها سوليد كلر، اللون اللي هو البني المحمر سنه ده، وهدوس اوكي. هروح على الصور بتاعتي وهسحب المنتج بتاعي وهبدا بناء عليه اوزع بقى ايه الاضاءات او هرسم، شوف التصميم هيتعمل ازاي. خلاص، فانا حطيته في الجزء ده كده. اول حاجه كده هاجي تحتيه هعمل نيو لاير، وهجيب البراش تول وهبدا ابيك اللون ده، وهبدا ايه اطلع كده عشان اعلي الاضاءه بتاعته، وهبدا ان انا ادي كليكايه كده واكبرها سنه واجيبها في الجزء ده. خلاص، وهبدا ان انا اجيبها في الجزء ده. تمام. ممكن اعمل نيو لاير تاني ونفس البرش تول اللي انا عليها، ولكن هطبقها سنه كده، وهبدا ادي كليكايه كده وهمطها في الجزء ده كأن ده ريم لايت او انعكاس معمول على الارضيه. تمام، ولكن انا هقلل الفل بتاعته، مش هسيبه كده. طيب انا عايز بس المنتج يرمي شادو لقدام، فهاخد منه كوبي وهعمل كنترول يو وهقلل الاضاءه بتاعته على الاخر، وكنترول تي. ثبت صباعك على كنترول واسحب كده، وانت مثبت صباعك على كنترول الحم الاجزاء دي في بعض اهو، وسع كده ووسع من هنا، فاهم؟ ولكن هو محتاج بس يتظبط شويه، محتاج يتظبط شويه من هنا كده. جميل جدا. وروح على فلتر بلور جاليري، هات التلت شيفت، ابدا انزل كده، وكل ما تلعب في الارقام دي بص هتشوف ايه اللي بيحصل معاك. الشادو بترسم بطريقه واقعيه، ودوس اوكي. وابدا ان انت ممكن تقلل الفل كمان شويه. خلاص، وتبدا ان انت تعمل الكونتاكت شادو، فهتعمل نيو لاير تحت، وهتجيب البراش تول السوداء وتدي كليكايه هنا كده وتمطها كده تحت المنتج اهو. ممكن كليك يمين وتجيب الورب وتبدا ان انت تسحب سحبه لفوق كده شويه. طيب المنتج بقى المفروض يبقى مغمق من تحت، فهعمل فوقيه نيو لاير وكنترول الت جي عشان اخليه كليبنج ماسك جوه المنتج، وهبدا ان انا بالبراش تول كده اهو اكبرها سنه، وابدا ان انا من تحت كده ايه ادي كليكات خفيفه كده عشان الشادو، عشان الاجزاء دي المفروض تبقى مغمقه. ممكن اقلل بس الاوباستي سنه. خلاص، جميل جدا. كل ده انا شغال على المنتج بس. هعمل نيو لاير وهجيب البراش تول برضو المدوره، وهبدا ابيك اللون الاورنج ده، ولكن هعلي بس الاضاءه سنه، وهبدا ادي كليكايه كده وهعكس على اللون الابيض بالاكس، وهصغر السايز وانا واقف في مكاني، هدي كليكايه واخلي المود هنا على سكرين وكنترول تي، وهبدا بقى امط الاضاءه اللي انا عملتها دي كده اهو. بص الشيفت طبعا انا مثبت الصباع على شيفت والت، تمام، وهبدا ان انا ايه اجيبها في الجزء ده كده، وممكن اخد كوبي منها واجيبها في الجزء ده، ولكن اعكسها الناحيه دي كده. جميل. بص الحاجات دي بتدي شكل في التصميم عامله ازاي، فهمتني؟ الحاجات دي اللمسات دي بتفرق، فما تهملهاش. خلاص، اخر حاجه هعملها في المنتج ان انا هعمل كلر بالانس، وهخليك رايح ناحيه الاصفر سنه وناحيه الاحمر سنه، وفي الهايلايتس برضو نفس الكلام اهو، وفي الشادوز وفي جميل جدا. طيب بص كده قبل الكلر بالانس وكده بعد. هو قبل الكلر بالانس كان مزرق سنه. تمام، جميل. هقف تحت خالص. انا هعمل ممكن احط كل دول في جروب ما عدا الاضاءه طبعا، احط كل دول في جروب، وهسميه البرودكت مثلا، هسميه بي ار يعني. جميل جدا. هقف تحتيه كده وهبدا ارجع للصور بقى بتاعتنا، وهجيب البرين ده اللي انا كتبت ايه عشان اجيبه. جيت هنا في السيرش كتبت هيومن برين، جالي الحاجات دي، فانا اخترت الصوره دي. خلاص، فشديته معايا كده على الديزاين بتاعي وخليته تحت طبعا، كبرته سنه وجبته كده شويه. تمام، الجزء اللي تحت ده انا مش عايزه، فهبدا ان انا بالبين تول اشيله كده اهو، وهبدا كليك يمين على اللاير ريسترايز ديليت. خلاص، في جزء هنا ما اتمسحش اهو، كنترول انتر ديليت.
كنترول دي عشان الغي السلكت. طيب هرسم بقى الشادو بتاع العقل ده برضو، فهاخد منه نسخه اهو، كنترول يو، وهسوي كده الاضاءه دي على الاخر، كنترول تي، وهبدا ان انا ايه اشد كده من هنا واظبط بقى الشادو ده. جميل جدا. ممكن بس ان انا ايه وانا مثبت صباعي على كنترول اوسع من هنا كده اهو عشان يبقى مظبوط معايا، وهقلل الفل بتاعته برضو اهو، وهقلل الاوباست بتاعته برضو، وهروح على فلتر بلور جاليري وهات التلت شيفت برضو، ونفس الحاجه اللي احنا بنعملها. ما كل ده بنظبط الاضاءات بحيث لما نيجي نحط الفيشه نغرزها في قلب المنتج الموضوع يكون حلو معانا. خلاص ابدا اطلع كده شويه اهو، جميل جدا، وهدوس انتر، وهبدا ان انا ممكن اعمل ماسك وهجيب الجريدينت اسحب كده. بص كل دي تفاصيل احنا شغالين عليها. تمام جميل جدا يا صديقي. ممكن اغمقه برضو من تحت عشان هو المفروض يبقى مغمق من تحت كده. هجيب اداه الجريدينت على اللون الاسود وهبدا ايه اسحب كده على ما فيش. ممكن تحتيه نيو لاير البراش تول المبططه برضو هدي كليكات كده عشان يبقى الكونتاكت شادو معمول معايا. ممكن اكبر كده السايز وادي كليكات، او اعملها على نيو لاير اكبر السايز ادي كليكات كده عشان الجزء ده يكون مظلم كده ويكون في شادو تحت المخ ده. خلاص زي الفل، ولكن هقلل وبست سنه برضه. جميل قوي يا صديقي. هقف فوق خالص واروح للصور بتاعتنا وهبدا ان انا اجيب الفيشه الجميله بتاعتنا دي. انا كتبت عشان اجيبها كتبت بلاج اهو عشان كل حاجه تبقى قدامك. كتبت هنا في سيرش بلاج اهو، بدا يظهر لي حاجات زي كده، فبدات ان انا ادور لحد ما لقيت الفيشه. خلاص هقصها ازاي؟ هجيب اداه الاوبجكت سيلكشن تول وهعمل عليها سيلكت كده عشان يقصها لي. عمل لي عليها سيلكت، فهعمل ماسك عشان يشيل الباك جراوند، وهخليها كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان ما بكسلش معايا لما اجي اصغر. وهبدا ان انا اصغرها في الجزء ده كده اهو، واجيبها عند، لو بصيت في المنتج كده هتلاقي ان في اعوجاج في المنتج من تحت، فانا هخليها في الجزء ده عشان تبان ان هي غارزه في المنتج فعلا. خلاص والجزء بتاع السلك ده هحدده بالبين تول، انا مش محتاجه اصلا، انا كده كده هركب سلك اهو وهمشي عليه كده كنترول انتر كليك يمين ريسترايز لاير ديليت. شكرا قوي. طيب ارجع بقى للصور وهجيب السلك ده معايا اهو، وهبدا ان انا اصغره كده، وركز بقى معايا عشان تركايه هنا. خلاص هبدا ان انا اكبر بس السلك كده شويه اهو، ببدا ان انا اخليه بميل كده، صغر سنه بس واخليه بميل اهو تمام، وهجيبه تحت اللاير بتاعه الفيشه. ركز معايا يا صديقي، اخليه تحت اللاير بتاعه الفيشه تمام. نيو لاير فوقيه كليبنج ماسك جوه السلك وبراش تول، ابدا ان انت ايه غمق الجزء ده كأن هو مظلم عشان هو تحت الفيشه. طب الجزء ده هنعمل فيه عشان نخليه يبقى داخل ورا العقل ده او المخ ده. هبدا ان انا اعمل عليه كنترول تي كليك يمين، هات الورب كده وابدا ان انت ايه اسحب كده اهو. بص هو راح معاك الناحيه دي. خلاص هو راح معاك الناحيه دي اهو. خلاص هاتوا كده بالورب كمان اهو، هو راح معاك الناحيه دي كده اهو تمام. فانا عايز دي الجزء ده يكون تحت اللاير بتاعه المخ ده. هعمل ايه؟ هبدا ان انا اقلل الاوباستي كده اهو تمام، وهبدا بالبين تول حدد كده بالبين تول الجزء ده اهو، والف اللفه دي كنترول انتر كليك يمين ريسترايز لاير. لما تدوس هنا كليك يمين جوه السلكت وانت واقف على اداه السلكت المربعه، لما تيجي تدوس كليك يمين هتختار لاير فيا كات عشان تاخد اللاير دي في كوبي لوحدها. هتبدا تشدها بس تحت اللاير بتاعه المخ. خلاص ابدا بقى علل الاوباستي بتاعتها تاني تمام، وهنا علل الاوباستي تاني شكرا. بص اللي حصل معاك، هتبدا بس تضلم الجزء ده بالبراش تول برضو اهو. هتجيب البراش تول كده وتبدا ان انت ايه تضلم الاجزاء دي، ولكن ايه قلل الاوباستي سنه عشان ما تبقاش غامقه قوي. خلاص وانا مش هسيبها كده، هعمل نيو لاير وهجيب البراش تول برضو المدوره وهبك اي لون اورنج من هنا وهدي كليك، اخلي المود على سكرين وهشدها في الجزء ده كده اكن هي يعني دخلت جوه وصلت الشحنه بتاعه الطاقه بتاعتنا عشان تفوقنا طول اليوم. الفكره بتاعه الديزاين قويه جدا يا جدعان بصراحه. تمام انا بس عايز ادي كلر بالانس للسلك ده، فادي له كلر بالانس رايح ناحيه الاحمر سنه والاصفر، وفي الشادوز نفس الكلام عشان يخش معاه في التون برضو، وفي الهايلايتس برضو ايه نفس الموضوع اهو. هبدا ان انا ارسم الشادو بتاعه من هنا، هاجي تحتيه نيو لاير، طبعا هات البرش السوداء، ابدا ادي كليكايه كده افردها اهو على الهادي بقى ايه، على الهادي وانت شغال يعني ايه، وانت ثبت صباعك على كنترول وابدا اعوجه كده عشان يجي مع نفس اتجاه السلك اهو تمام. قلل بس الاوباستي، ممكن ان انت تاخد منها كوبي كده وتبدا ان انت ايه تظبطها هنا في الجزء ده كده. قلل بس الاوباستي عشان ما يبقاش الموضوع مؤفور، تاخد من دي كوبي وتعوجها الناحيه دي وتضمها كده اكن يعني السلك عامل انعكاس على الارض. الحاجات دي خد فيها وقتك عشان التفاصيل دي بتفرق تمام، وابدا ان انت قلل الاوباستي حاجات بسيطه. جميل جدا يا صديقي، احنا كده رسمنا الديزاين. تعالى بقى نوزع البن بتاعنا اللي طاير والحاجات دي. خلاص هرجع على الصور بتاعتنا وهبدا ان انا افتح
ايه الحاجات بتاعت البن اللي طايره دي، وهبدا ان انا اشدها معايا كده اهو واخليها اول لير فوق. ممكن اخليها كده رايحه ناحيه الاطراف، وكنترول يو وغمق كده، وروح على فلتر بلور موشن بلور، وابدا ان انت سن بلور كده، وخد منها كوبي الناحيه دي، هاتها كده الناحيه دي اهو تمام. وابدا ارجع للصور وهات ورق الشجر ده، وهحدد كده بالجزء ده الجزء بس اللي انا محتاجه اهو، والف اللفه دي، كنترول انتر كنترول جي عشان اخد كوبي، وهبدا امسح اللير اللي تحت. طيب بعد كده هصغر دي هنا في الجزء ده كده اهو، وهبدا ان انا كنترول يو هسحب الساتيوريشن بتاعها لان هي ساتيوريتد معايا قوي، وكنترول تي كليك يمين هات الورب، ابدا اديها كده سنه ميل من هنا كده تمام. ونيو لير فوقيها كليبنج ماسك جواها، هات اداه البراش تول اللون الابيض واديها سنه اضاءه من هنا كده، وخليها على اوفرلاي. بص الحاجات دي والله يا جدعان بتفرق يعني، ما تسيبهاش فاهم، ما تطنشهاش، ما تكبرهاش قوي بس عشان ما تشوش على الديزاين بتاعي تمام. ممكن على المخ ده ندي سنه اضاءه كده برضو، ونجيبها في الحته دي كده تمام. الحاجات دي طبعا بتفرق، حاول ان انت ما تطنشهاش تمام. ممكن برضو ندي سنه شادو على المخ ده اهو، اقلل الفلو بس شويه، وابدا ان انا اكبر بقى السايز، وابدا ان انا امشي من بعيد كده اكن المنتج بتاعنا عامل انعكاس على الشادو او مظلم الجزء ده تمام. يعني اهتم بالتفاصيل دي وخد وقتك في الديزاين عشان تطلع بنتيجه ترضيك جدا تمام زي الفل. دي ممكن بس اديها موشن بلور، فلتر بلور موشن بلور اهو، الحاجات دي بتدي شكل جمالي برضو. انا ممكن بقى امسك كل الليارات كده كنترول تي، وهبدا ان انا اكبرهم سنه واجيبهم في الجزء ده كده، ولكن هنا طبعا الجزء ده طلع بره، هبدا ان انا اشده معايا كده هنا تمام. طيب الانعكاس بقى اللي احنا شفناه في اول الصوره ده اللي كان على الارض ده، نعملها ازاي؟ هتعمل كنترول شيفت الت اي عشان تاخد لير مجمعه من كل ده تمام، وهتعمل نيو لير، وهتجيب البراش اللي انا هسيبها لك في الديسكربشن دي، وهتدي كليكايه هنا كده مثلا، وتصغر وتكبر السايز هنا مثلا، وتدي كليكايه اهو بص تمام. وهتبدا ان انت تسحب دي، وهتبدا ان انت تسحب دي فوق وتخليها كليبنج ماسك جواها، وكنترول تي كليك يمين اختار الفليب فيرتيكال، وابدا شد كده. بص الجمدان ده بص اهو، عملت لك انعكاس بشكل واقعي جدا. هتروح بس على فلتر بلور جاسيان بلور عشان تدي سن بلور والواقعيه تزيد اكتر واكتر. بص الحلاوه يعني، قول لي انت فاهم. فانت كواحد مبتدئ عملت تغذيه بصريه، دخلت شفت الديزاين ده اتعمل ازاي، قلده، مش عيب ان انت تقلد في البدايه تمام. وخلي بالك الديزاين لسه محتاج شغل، محتاج توزيع اضاءات، ومحتاج شادوهات تاني، ومحتاج شغل اكتر من كده، ولكن عشان وقت الفيديو انا مش عايز اطول عليك، انا بس اديتك الفكره وانت اعمل حاجه احسن مني خلاص. بص بقى في تريكايه انا بحب اعملها دايما في شغلي تمام، وهتلاحظ ده في معظم شغلي. يعني انا بعمل ايه؟ بعمل كنترول شيفت الت اي عشان اخد لير مجمعه تمام، وابدا اكررها، وبخفي اللير اللي فوق، وبروح على فلتر بلور جاسيان بلور، وببدا ان انا اخليها بلور بالشكل ده. طب واللير اللي فوق بظهرها، وكنترول تي ببدا ان انا اصغرها كده اهو، وباجي تحتها وبرسم ريكتانجل بالشكل ده على قدها بالظبط تمام. وببدا ان انا لو جيت عند النقطه دي وشدتها كده بتقلل الدوران بتاعها تمام. طيب الصوره دي بخليها بقى كليبنج ماسك جوه الريكتانجل اللي انا رسمته. بعمل ايه؟ باجي على الريكتانجل وبدوس دبل كليك كده عشان يوديني للبلند اوبشن، وبعمل له دروب شادو. بص بقى اللي هتلاحظ اللي بيحصل تمام. بص اللي بيحصل تمام، بديله ستروك جريدينت كده مثلا اهو، وبقلل السايز بتاعه تمام. يعني انا بحب التريكايه دي، ولكن هنا في جزء باين، فانا ممكن اكبر بس الديزاين شويه تمام. انا بالتريكايه دي انا بحب اعملها، انت لو عايز تعملها اعملها. الديزاين من تحت بس ممكن اغمقه عشان ده يبان. بص انا بحب اعمل كده. التريكايه دي ممكن تعملها في شغلك طبعا، هتبقى برضو بتعرض شغلك بشكل مختلف بس يا صديقي، وهتكتب التكست بتاعك والحركات بتاعتك والكاميرا رو، وظبط الدنيا كده يا صديقي. هكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو الفيديو عجبك فعلا ادعمني بلايك وكومنت جميل عشان ده بيشجعني خلاص. وما تنساش تشترك في القناه عشان ما يفوتكش اللي جاي، واشوفك على خير في الفيديوهات جايه احسن واحسن. سلام.